كنا سابقا إذا ذهبنا لزيارة عائلية نقارب الموت من شدة الفرح، لأننا نلعب ونلهو مع أطفال أقاربنا. كنا نلهو ونضحك ونلعب، وأبي يجلس مع أخيه ويتكلم في أمور الدنيا وما حدث في يومه، وعمي كذلك، وأمي تجلس مع زوجة عمي ويتكلمون عن يومهم وحياتهم. وتصبح الساعة 10 ونعود للمنزل من أجمل الليالي في طفولتنا. ننام من وقت مبكر، حيث أننا ننام مبكرا ومن المستحيل أن نتجاوز منتصف الليل. كنا لا نعلم ما الموبايل، ما الجوال، ما الهاتف، حتى أني أذكر أن أول هاتف أرضي رأيته وأنا ابن 10 سنين. وأذكر أول اتصال أي رنة للهاتف أصبح كل من في البيت يتسابق لينال شرف الرد على الهاتف. رغم بساطة العيش كانت القلوب بسيطة، ثم دخل علينا الجوال أو الموبايل. لا أنكر أنها نعم عظيمة، فأصبحنا نرى البعيد قريب، ولكن للأسف نرى القريب بعيد. أنا لا أتكلم عن الجوال ولا يهمني كم جوال تحمل، ولكن تبعات الجوال وهموم الجوال وماذا في داخله. أصبح في هذا الجوال برامج تجعل البيت، بيتي وبيتك للأسف، في الشارع كأننا على مسرح خشبي والكل ينظر إليك. للأسف بعض البنات لا تجعل زاوية في حجرة نومها إلا وتجعل القاصي والداني يراها، تصور حتى ما تشتري من ملابس لتعرضها على من تعلمه ومن لا تعلمه، وتقول لمن يتبعها من الشباب والفتيات: ما رأيكم؟ ولا تنسوا اللايك. لا أدري ماذا أقول. كان والدي في السابق يمنعني أن أصاحب ابن الجيران، وذلك لقذارة لسانه، فأمتنع ولا صلة بيني وبينه. أقول في نفسي الآن: لو أردت أن أمنع ابني من مصاحبة فلان هل أقدر؟ لن أقدر. تعلم لماذا؟ فإنه لو لم يصاحب فلان فهناك 1000 من هذا على الانستغرام وتويتر والفيسبوك وكل وسيلة تواصل اجتماعي. في تويتر يأتي رجل أو ربما امرأة، وربما رجل باسم امرأة أو اسم مستعار، يطالبك أن تكون شجاعا وتتكلم بالحق وهو باسم مستعار. هزلت وبان هزالها حتى سامها كل مفلسين. للأسف حتى الفتيات أصبحنا من أهل البطولة في تويتر، يطالبنا بالتحريض أو الفوضى أو الشجاعة، وهي تجلس في مطبخ أبيها تعد له القهوة وربما لأخيها. ويأتي آخر يظن نفسه المقداد، يطالب بالعدل والدين وهو في بيته لم يقم العدل وربما لا يحفظ سورة التين. نحن في زمن البطولات الوهمية، كل في تويتر أسد، وفي الحقيقة إلا من رحم ربك من الخراف. للأسف أصبح الرجل ينشغل بوسائل التواصل أكثر من انشغاله بأبنائه وزوجته. يدخل متعبا لمنزله، ما يلبث أن يحمل الجوال ويغرد عن الأخلاق والأسرة والتربية، والزوجة تشكو من خلقه وقلة اهتمامه، وأبناؤه يعانون من قلة الأدب. للأسف كادت هذه الأجهزة أن تفقدنا المسؤولية، وبين قوسين المرجلة. وقع أمام عيني وأنا في طريقي لأبو ظبي حادث، واحترقت السيارة التي أمامي. ترجلت من سيارتي وقمت بإخراج امرأتين. السيارة كانت محترقة ولله الحمد، كانت النسوة بصحة وعافية لم يصبن بسوء. أتفاجأ من بعض الرجال وهم في سياراتهم كل يحمل جواله ويصور الحادث واحتراق السيارة. أي دين هذا يجعلك تحتفظ بذكريات مصائب القوم ومصائب الآخرين وتقوم بنشرها؟ هل من الدين أن تأتي للمساعدة أم تسعى للتشهير والتصوير؟ في النهاية أقول: سواء كان تويتر أو انستغرام أو فيسبوك، كل يعكس تربيته وأصله، فالأصيل لا يغيره العالم الافتراضي، والسفيه لا يغيره العالم الحقيقي. ودمتم بخير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.